عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. هنتكلم النهارده عن العادة ازاي بتتكون. العادة دي مجرد فكرة، الفكرة دي المخ بيبدأ لو انا فكرت فيها بيبدأ يسجلها، بعد كده بتكراري بالفكرة دي بيبدأ يخزنها، بعد مع تكراري مع شوية احاسيس سواء فرح او حزن بيبدأ يحولها لبرمجة لغوية عصبية بتتبرمج في دماغك. بعد كده بحط لها اعتقاد ان الحاجة دي هتحصل في المستقبل، الحاجة دي هتحصل كذا، مجرد اعتقاد بدأت تتكيف عصبي معاك، يعني بيحصل لها تكيف عصبي. التكيف العصبي ده بقى بتلاقي الحاجه دي طلعت تلقائيه منك. دي كده العاده بتتكون بالشكل ده. طب انا اقدر بمعنى صح اغير حياتي عن طريق اغير افكاري، عن طريق اغير عاداتي. يبقى العاده نفسها بتتكون من تغيير الفكره. غير فكرك هيتغير عاداتك، هيتغير حياتك. دي باختصار شديد. يبقى لو انا عايزه ازود عاده عندي اغير فكره او اضيف فكره او اركز على فكره وابدا احط لها الحاجات المراحل اللي انا قلتها دي كلها. لو انا عايزه اشيل عاده عندي وحشه ابدا اغير فكري فيها وبرضه احط شويه الحاجات اللي انا قلتها دي كلها. يلا صباحكم بيضحك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.